ليه كتير من العرب في كندا عندهم اكتئاب؟ في البداية المشكلة مش دايما فينا كعرب، السبب الكبير ساعات بيكون في الجو والمكان أكتر منه في الناس نفسها. خليني أقولك الحكاية بسرعة وبأسلوب واضح. أولا، الظلمة والشتاء الطويل. كندا النهار قصير والشمس قليلة، وده بيرمينا في حالة اسمها اضطراب عاطفي موسمي SAD. قلة الضوء بتخلي الطاقة تهبط والمزاج يتكسر، وخاصة بالنسبة لينا كشعوب عربية متعودين نشوف الشمس طول السنة والسماء صافية وزرقاء والدنيا ألوان مش لون واحد رمادي. تانيا، البرد اللي يخليك محبوس في البيت. لما الجو تحت الصفر أسابيع، الحركة بره بتقل، الناس بتقعد جوه، النشاط بيروح، والاجتماعيات بتنعدم، وده بيجيب اكتئاب. الناس بتحس كأنها مقفولة في قفص ثلج. ثالثا، العزلة الجغرافية والمسافات الطويلة. المدن الكندية متباعدة والجيران مش دايما قريبين. لو انت متعود على جو اللمة والعيلة والقهوة، مش هتلاقي ده في كندا. المسافات بتبعدك عن الدعم الاجتماعي وبتزود شعور الوحدة. رابعا، العواصف والثلوج المستمرة. توتر يومي. الثلج ممكن يقطع كهرباء، يقفل طرق، ويخلي الواحد دايما في حالة ترقب. الضغط ده يتجمع مع الوقت ويأثر على النفسية. خامسا، قلة الشمس، وده بيعمل نقص في فيتامين د، وده بيخلي الإنسان ما عندوش طاقة والمزاج يقل، بالإضافة لعوامل تانية كتير، ولكن دي تعتبر أهم الأسباب. قبل ما نمشي، شكرا لكل اللي بيتابع ويعلق ويشارك. لو الحلقة عجبتك دوس لايك وفولو للقناة، الدعم بتاعكم بيخلينا نكمل. وعايزين نعرف منك، ايه المواضيع اللي تحبوا نتكلم عنها الجاية؟ اكتبوا لنا في الكومنت. سلام.